بما انك دخلت الفيديو ده فانا عارف انك جيمر ونفسك في موبايل يسد معاك في بابجي او كول اوف ديوتي او فري فاير، وعارف برضو انك لما بتفتح المحلات او المواقع وتشوف الاسعار اللي بتتحرك كل يوم بيجي لك هبوط من اللي انت بتشوفه وتمشي تكلم نفسك. ففي الفيديو ده معانا اقوى 6 موبايلات حرفيا بتبدا من سعر 10000 جنيه لحد 25000 جنيه، وحوش في الاداء والالعاب، وده طبعا لانه يهمني انك ما تختارش اي موبايل وتتدبس فيه وخلاص. كمان الموبايلات مترتبه في الفيديو ده من الارخص للاغلى، لان مش ناوي احشي لك دماغك بمواصفات وخلاص مش هتهمك. فلا يا معلم، انا بكلمك في اللي يخصك وبس، وبناء عليه انا ههتم كده بكام حاجه بما انك واحد جيمر. ههتم طبعا بالاداء والفريمات والشاشه والرامات بسرعه تخزينها والبطاريه، واخيرا طبعا السعر، وهعرفك برضو السعر بالدولار علشان حبايبنا اللي بيشوفونا من بره مصر. فسريع ما تنساش لايكك وسبسكرايبك، ويلا بينا نبدا على طول. اول موبايل معانا هو الانفينكس هوت 60 برو. لما نبدا نشوف اداء الموبايل ده فهتلاقيه جايب معالج الهيليو جي 200 مع معالج رسوم المالي جي 57 ام سي 2. وعشان اكون صريح معاك، الموبايل كويس في الالعاب لكن مش للضغط الزياده عن اللزوم عليه. هو ايوه بيلعب لك ببجي ب 60 فريم مرتاح، بس اثناء الضغط الاوفر بتبدا تحس بشويه تهيسه كده. فطول ما انت بتلعب شويه وتريح شويه وتتصفح شويه يعني كده، فهتلاقي الدنيا معاك سلسه وزي الفل. كمان السوفت وير هنا برده مستقر، والاي اي اللي في الموبايل ده بيساعدك كتير لو انت فاتح المايك فبيعزل لك الدوشه، وده عشان لو انت في تيم ولا حاجه اللي بيسمعوك يكون سامعينك بوضوح. اما بقى الشاشه فهنا الصدمه اللي هتبسطك شويه. انفينكس حاطه الشاشه مسطحه تماما، وده اللي بيعشقوا الجيمرز علشان ما تصدرش بينهم اي لمسات غلط. والشاشه هنا من نوع اموليد وبكواليتي 1.5K، والاقوى هنا انها 144 هرتز. هتلاقي نعومه معاك ملهاش حل، واثناء اللعبه تتبسط من الفريمات. وبالنسبه للسطوع بتاعت شاشات الشمس فالسطوع هنا بيوصل لحد 1600 نتس، وده رقم ممتاز بالنسبه لسعر الموبايل. لما تيجي تبص على انواع الرامات فهتلاقي الرامات هنا جايه من نوع ال LPDDR4X، وكمان نوع الذاكره هنا ال UFS 2.2. ممكن ما يكونوش الاقوى لكن مقارنه بالسعر فهم كويسين وهيأدوا معاك الغرض. كمان الموبايل بيدعم لك تركيب كارت ميموري على المساحه التخزينيه اللي انت بتاخدها عشان لو انت حبيت تزود المساحه بتاعتك بعدين. وبالنسبه للبطاريه فبطاريه الموبايل ده 5160 ملي امبير اور، ودي بطاريه محترمه وتكمل معاك يومك مرتاح، وبتشحن بسرعه 45 واط. والشيء اللي نشكر عليه انفينكس بصراحه وهي ان العلبه بتاعه الموبايل ده متكامله، فيها الشاحن والجراب وحتى سماعات الاذن موجوده في العلبه. وعشان برضو تكون ملم بكل حاجه في الموبايل ده، حابب اقول لك ان الظهر ممكن يجي لك بلاستيك او جلد، ده على حسب النسخه اللي انت بتشتريها. ووزن الموبايل خفيف ومقاوم للطرطشه والميه بشهاده الاي بي 64، والكاميرات بتاعته يعتمد عليها، وتقدر كمان تصور فيديوهات لحد 2K، والسماعات كمان جايه ستيريو، والموبايل بيدعم لك منفذ ال 3.5 مللي. وعيبه بس شويه ان الكاميرات مش افضل حاجه لو انت بتصور في الليل او بتصور في اضاءه مش كويسه عموما، وما فيهوش مايك اضافه لعزل الدوشه، لكن بيعتمد هنا على الاي اي. وبالنسبه لسعر الموبايل ده فانت عندك هنا منه نسخه واحده 256 مع 8 رام، ودي بسعر 10000 جنيه، وده ضمان محلي لو انت في مصر طبعا، وفي حدود ال 200 دولار امريكي لو انت تحسبها بحسبه ثانيه بره. وخلينا دلوقتي نسيب الانفينكس هوت 60 برو ونطلع لتاني موبايل من انفينكس برضه، وهو النوت 50 اس. وهنا انت لو قدرت تزود ميزانيتك شويه وتطلع لليفل اعلى، فالنوت 50 اس هنا بيعمل نقله نوعيه بصراحه في الاداء. وبما اننا جبنا في سيره الاداء فهنا بقى احنا اتنقلنا في حته ثانيه خالص بفضل المعالج، واللي جاي من دايمنسيتي 7300 التيميت وبمعماريه 4 نانو. فعايز اقول لك ان المعالج ده هتلاقيه طلقه في الفئه دي. في بابجي هيلعبك 90 فريم مستقره وبشكل مرتاح، وحتى لما تلاقي نفسك في فايتات رخمه هتلاقي الموبايل برضه مقدم معاك بشكل كويس جدا، ومهما تضغط عليه هتلاقيه مش بيسقط منك فريمات عادي، فاداء محترم بصراحه. اما لما تروح تبص للشاشه فهتلاقيها هنا جايه كيرف، وكمان من نوع اموليد، وبتوصل معاك لل 144 هرتز، فهي اصلا شكلها فخم وتحسسك انك ماسك موبايل غالي. بس نصيحتي ليك كاخ، ركب له سكرينه محترمه علشان الشاشات الكيرف بتبقى حساسه شويه في الخبطات. ونوع الرامات هنا بيجي لك من ال LPDDR5X، وده بيفرق جدا طبعا في سرعه نقل البيانات وفتح الالعاب الكبيره وسلاسه في السوفت وير. كده الموبايل ما بيدعمش تركيب كارت ميموري، فهتعتمد على المساحه التخزينيه اللي انت هتشتري بها الموبايل. وبيجي لك برضه بذاكره من نوع ال UFS 2.2، مش الاسرع ايوه، لكن مع الرامات والمعالج فهتلاقي الدنيا زي الفل. ومن حيث البطاريه فالبطاريه هنا 5200 ملي امبير اور، والساعه دي ممتازه وهتسد معاك، وبتشحن برضه بسرعه 45 واط، وفيها ميزه الشحن العكسي ودي بقوه 10 واط. واللي لازم تعرفه برضه عن الانفينكس نوت 50 اس ان في نسخ منه بتجيلك بخامات من البلاستيك على حسب طبعا انت هتشتري ايه، ده لو لقيته اصلا في السوق اليومين دول علشان هو بيودع الفتره دي، فيا تلحقوا يا ما تلحقوش بصراحه. وكمان في لمبه اشعارات في الظهر كده روشه ومقاوم لطرطشه الميه والتراب بشهاده الاي بي 64. وحتى الكاميرات هنا مش هتقصر معاك، لا ادائها كويس. الكاميرا الاساسيه هنا 64 ميجا بكسل ومستشعر من سوني، والكويس فيها انها بتصور لك 4K من الكاميرا الاماميه او الخلفيه، عشان طبعا لو انت صانع محتوى فهتديك كواليتي ممتازه. السماعات كمان جايه ستيريو والبصمه تحت الشاشه، بس هنا انت ما عندكش منفذ ال 3.5 مللي ولا عندك كارت ميموري زي ما قلت لك. والعيوب اللي فيه ان الكاميرا بتاعته ما فيهاش مثبت بصري، وده ما اظنش انه هياثر على تجربتك بشكل كبير. وكمان بيدعم لك سنتين بس تحديثات، وعشان تكون عارف برضو ان العلبه بتاعته متكامله مش هتحتاج انك تشتري عليها اي اضافات تانية. وهنا انت عندك منه نسخه واحده 256 مع 8 رام، واللي بسعر 14000 ونص، تختلف من مكان لمكان بصراحه، ودي ضمان محل. ولو انت في دوله تاني فنفس النسخه بسعر 285 دولار. نسيب النوت 50 اس ونطلع للثالث موبايل معانا،
وهو برضه من شركه انفينكس. انا مش عارف ليه بصراحه انفينكس محتله الفيديو ده النهارده، المفروض يكونوا سبونسرد والله، بس ما علينا. تالت موبايل معانا لسه نازل الفتره دي وهو الانفينكس نوت 60 5G، والموبايل ده بصراحه معمول للناس اللي مش حابه تشحن اصلا، يعني تشحنه مره كده وتنساه، وفي نفس الوقت معمول للي عايزين خامات تستحمل لو انت بتدهك الموبايل من كل ناحيه. خلينا نشوف في الاول ايه الاداء. فهتلاقي الموبايل ده جاي شغال بمعالج الدايمنسيتي 7400 التيميت، وده بمعماريه 4 نانو، والاداء هنا بتاعه بصراحه كويس جدا، وبيشغل ببجي على 90 فريم ثابتين. والميزه الجباره اللي خلتنا نحترم الموبايل ده كاداه جيمنج وهي غرفه التبريد المحترمه اللي فيه. انا عايز اقول لك ان الموبايل ده بيوزع الحراره صح، فمش هتلاقي ان الاداء بيتقل معاك او يسقط فريمات على غفله، عشان كده بقول لك انك هتلعب مثلا في اغلب الالعاب ب 90 فريم مرتاح، ومش هتحس بسخونه اوفر، يعني هتلاقي الموبايل بيدفع عادي. ومن حيث الشاشه فالشاشه هنا جايه فلات تماما ومن نوع اموليد وبكواليتي 1.5K، وبتوصل معاك لل 144 هرتز، والمره دي عليها حمايه من كورنينج جوريلا جلاس 7 اي. فطبعا انت واخد الوان مشبعه، شاشه مريحه جدا للعين خصوصا لو انت بتلعب في الضلمه، وده بفضل طبعا تقنيه التعتيم العاليه اللي فيها، فالشاشه هتتبسط منها كده كده. نوع الرامات هنا بيجي لك من ال LPDDR5X، ونوع ذاكره التخزين بيجي لك من اليو اف اس 2.2، والموبايل ما فيهوش مكان لكارت ميموري، بس الخامات الخارجيه هنا جايه من المعدن، وده بيدي الموبايل متانه كده، ووزنه اصلا 200 جرام، ده يخليك حاسس بقيمته اكتر في ايدك. ومن ناحيه البطاريه فانا عايزك تمسك اعصابك هنا شويه، لان البطاريه هنا 6150 ملي امبير، وده بفضل طبعا السيليكون كربون اللي معمول في البطاريه دي، خليتهم يحطوا يعني الساعه ضخمه زي ما انت شايف، يعني 6150 ملي امبير ده رقم ممتاز. وكمان في سمك نحيف يعتبر 7.5 ملي، او علشان نكون دقيقين كفايه فهي 7.45 من 100 ملي. فمن الاخر البطاريه دي هتقعدك تلعب بالساعات وتنسى الشاحن. وسرعه الشحن هنا 45 واط، والمفاجاه الكبيره هنا ان الموبايل بيدعم لك شحن لاسلكي 30 واط، ودي ميزه نادره اصلا في الفئه دي، وغير ان السماعات بتاعته ستيريو JBL، فده موبايل جيمنج من الاخر تعتمد عليه وانت مرتاح. وخلينا اديك برضو نبذه عن باقي الحاجات اللي احنا ما اتكلمناش عنها. حابب اقول لك ان في ظهر الموبايل ده في مستشعر هاردوير علشان يقيس لك نبضات القلب وكمان نسبه الاكسجين، ودي جديد علينا شويه في ان احنا نشوفها في الموبايلات، كنا متعودين دايما ان احنا نشوفها في ساعات، بس قشطه ومال. الكاميرا الاساسيه كمان هنا 50 ميجا بكسل وفيها مثبت بصري OIS، وتقدر تصور 4K اذا كان الكاميرا الخلفيه او الاماميه، وهتاخد تفاصيل ممتازه بالنسبه للسعر. كمان عندك IR بلاستر البصمه تحت الشاشه، بس ما فيهوش منفذ السماعات ال 3.5 مللي، وعيبه ان الذاكره بتاعته اليو اف اس 2.2 مش الاسرع، لكن برضه احب اطمنك واقول لك ان الموبايل اداؤه هيكون كويس جدا. واخيرا طبعا العلبه بتيجي كامله متكامله، مش هتحتاج انك تشتري عليها اي اضافات. ومن حيث السعر فانت عندك هنا منه نسخه واحده وهي 256 مع 8 رام وهي بسعر 19000 جنيه، والنسخه دي ضمان محلي ما عليهاش اي ضرائب. اما سعرها بالدولار فغالبا سعرها عامل 385 دولار، وانا شايف بصراحه ان الموبايل ده قيمه مقابل سعر مقارنه بكل الموبايلات اللي احنا عدينا عليها واللي هنعدي عليها، لان الاسعار اليومين دول في العالي صعب انك تلاقي حاجه كده فيها كومبو من كل المواصفات اللي احنا اتكلمنا عنها وبسعر زي ده. فخلينا نركن انفينكس شويه ونطلع للموبايل الرابع معانا، واللي هتلاقيه هنا جاي من شاومي، واللي هو البوكو اكس 7 برو. وهنا بقى بنبدا نلعب مع الكبار. لو انت هدفك 120 فريم صريحه في ببجي باقل سعر ممكن، فاحب اقول لك ان البوكو اكس 7 برو بينادى عليك. هو ايوه ممكن يكون نازل اديله مده، بس لحد دلوقتي ما زال لسه متوفر منه في السوق. خلينا نبدا على طول ونشوف الاداء بتاعه. فهتلاقي ان المعالج اللي جاي في الموبايل ده هيسد معاك في اي حاجه حرفيا، وده لانه جاي هنا من الدايمنسيتي 8400 الترا، وده بمعماريه 4 نانو مع معالج الرسوم المالي جي 720 MC7. فالاداء هنا الطلقه بيفتح لك طبعا ببجي ب 120 فريم وثابتين، مش هتواجه معاهم اي مشاكل. والالعاب التقيله عموما هتشغلها على اعلى اعدادات واعلى جرافيكس مستريح من غير ما الموبايل يتاثر او تحس انه جاب اخره معاك. فالاداء هنا بصراحه بينافس اجهزه غاليه شويه. ومن ناحيه الشاشه فانت عندك هنا الشاشه مسطحه تماما جايه من نوع اموليد، وبكواليتي 1.5K توصل التردد بتاعها لحد 120 هرتز، والحواف هنا بتاعته شبه معدومه تماما، وانت بتلعب هتحس انك ماسك شاشه بس في ايدك. سطوحها الفعلي بيوصل معاك لحد 1250 نتس، والرقم ده كويس يخليك تقدر تشوف الشاشه في اي ظروف اضاءه. ومن ناحيه الرامات والتخزين هنا فحاب اقول لك ان الرامات جايه من ال LPDDR5X، والتخزين جاي من اليو اف اس 4 الاسرع في العالم، وده طبعا مع الرامات اللي احنا لسه متكلمين عنها. فالارقام دي معناها ان اللعبه بتعمل لودنج في ثانيه، ولو مش بتلعب او بتستخدم الموبايل استخدام عادي فانت يعني هتحس ان الموبايل طاير معاك. ولما نروح نشوف البطاريه فهتلاقي البطاريه هنا عملاقه 6000 ملي امبير اور، ودي ساعه ممتازه هتسد معاك طبعا في الجيمنج. وسرعه الشحن هنا اللي بتميز الموبايل ده حرفيا، انت عندك هنا 90 واط وبتشحن لك الموبايل كله في حوالي 40 دقيقه، فحرفيا تعتبر تشحن الموبايل شحنه واحده بس في اليوم. وكمان عقبال ما تعمل اي حاجه على السريع تلاقي الموبايل شاحن معاك. سماعات الموبايل كمان ستيريو وصوتها عالي ومجسم، والموبايل بيجي لك بمقاومه ميه كامله IP68، وده معيار امان يعتمد عليه. من ناحيه الكاميرات برضه فانت عندك الكاميرا الاساسيه هنا 50 ميجا بكسل جايب مستشعر من سوني، وفيها مثبت بصري OIS، وبتصور لك فيديوهات لحد 4K، وتصوير الفيديو هنا بيوصل لحد 60 فريم في الثانيه. وعندك كمان IR بلاستر والبصمه تحت الشاشه. وعيب بس انك لو انت عايز تصور فيديو سيلفي فانت اخرك هنا فول اتش دي بس، والتفاصيل في السيلفي متواضعه شويه مش زي هذه الكاميرا الخلفيه. والميزه الاهم طبعا ان العلبه بتاعته متكامله وفيها راس الشحن اللي جاي معاك ب 90 واط، فما تقلقش مش هتشتري اي
حاجه كمان اضافيه مع العلبه. وحابب اقول لك انك ما عندكش غير نسخه واحده بس من الموبايل ده، واللي هي 512 مع 12 رام بسعر 19750 جنيه. وعلشان تكون عارف ان النسخه دي جايه ضمان دولي مش ضمان محلي، فانت لو اشتريت الموبايل ده فهتضطر انك تدفع عليه ضرايب، فبعرفك برضو من دلوقتي علشان تكون عامل حسابك. وسعره كمان بيوصل ل 440 دولار بالنسبه للدول بره. ودلوقتي نسيب شاومي خالص ونطلع تاني ونرجع لشركه انفينكس ونروح للانفينكس جي تي 30 برو. وهنا من الاخر بقول لك لو انت جيمر وعايز موبايل شكله وشغلته كلها العابه بس، فحابب اقول لك ان الانفينكس جي تي 30 برو اصلا معمول عشانك. وهقول لك ليه دلوقتي. اولا هقول لك من ناحيه الاداء، فانت عندك معالج سفاح جاي من الدايمنستي 8350 التيميت، وده جايب معماريه 4 نانو موفر معاك طبعا في الطاقه، فالاداء هنا جبار. والموبايل بيدعم لك هنا ببجي 120 فريم مرتاح بكل سلاسه. بس للامانه ومن باب الثقه اللي بينا، الموبايل ده مع اللعب التقيل لفترات طويله هتلاحظ فيه ارتفاع شويه في درجه الحراره، فلو انت كمان بتلعب في مكان حر شويه الاداء ممكن يقل شويه لما تزيد سخونه الموبايل، لكن غير كده فهو اداؤه عظيم بصراحه. ولما تيجي تبص على الشاشه فهتلاقيها جايه اموليد ومسطحه تماما، بتوصل معاك لل 144 هرتز كعاده انفينكس، طبعا سريعه واستجابتها للتاتش بتكون طلقه، والوانها ممتعه طبعا بفضل انها جايه اموليد، وتحفه في الجيمنج او لو انت بتتفرج على فيديوهات والكلام ده كله. والرامات هنا كمان جايه من ال LPDDR5X، وسرعه التخزين هنا بتوصل لحد اليو اف اس 4، فانت معاك احدث سرعه تخزين واحدث نوع من الرامات، فما اظنش انك هتشوف اصلا تقصير من اداء الموبايل ده. وتعالى اقول لك البطاريه دنيتها مع كام ميزه روشه كده هيعجبوك. في البدايه البطاريه هنا بتوصل لحد 5500 ملي امبير اور، وبتشحن بسرعه شحن 45 واط، وكمان بسرعه 30 واط تاني بس دي لاسلكي، ودي طبعا ميزه ممتازه. واقلب كده الموبايل وشوف الظهر بتاعه فهتلاقيه روش، وفي اضاءه كمان من الار جي بي بتتغير كده مع اللعب والاشعارات. والاهم طبعا واللي هيبسطك ان الموبايل ده فيه الجيمنج تريجرز، او بمعنى صح الزراير اللي بتبقى موجوده على الفريم دي، واللي تقدر تخصصها في العاب الشوتر علشان تضرب او تسكوب بصباعينك اللي فوق، ودي طبعا بتديك ميزه تنافسيه بين كل اللي انت بتلعب معاه. وعشان برضه اكون لميت لك كل حاجه في الموبايل ده، فحابب اقول لك ان الخامات بتاعته بتيجي من البلاستيك. الكاميرا الاساسيه بتاعته محترمه برضه، بتجي لك 108 ميجا بكسل، وبتصور لك فيديوهات لحد 4K 60 فريم في الثانيه، وبالمناسبه تفاصيلها كويسه برضه. والصوت بتاع الموبايل ده جاي ستيريو وعالي، والبصمه جايه تحت الشاشه، والمستشعرات كلها طبعا جايه هاردوير. وعيبه الاساسي ان الكاميرا ما فيهاش مثبت بصري OIS، وما فيهوش مدخل لل 3.5 مللي، والعلبه بتاعته بتيجي بالشاحن لل 45 واط، فمش هتحتاج انك تشتري عليها اي مكملات تاني. ده غير انك معاك جراب متوافق مع الستايل بتاع الجيمنج ده. ولما نشوف سعر الموبايل فهتلاقي عندك هنا منه نسخه واحده واللي هي ال 512 مع 12 رام، ودي جايه ضمان محلي بسعر 21000 جنيه. اما بالنسبه للسعر بالدولار فانت عندك لنفس النسخه فالموبايل جاي بسعر 430 دولار. ممكن تختلف حاجات بسيطه كده من مكان لمكان. ونسيب دلوقتي انفينكس ونطلع لاخر موبايل معانا واللي لسه نازل برضو الفتره دي، وهو من شركه شاومي، وعايزك ترحب معايا بالبوكو اكس 8 برو. من الاخر بقول لك بصراحه لو انت عايز موبايل يقفل اللعبه في كل حاجه وما يقولكش لا، انا مش عارف اقول لك ايه، انا عايزك تشوف المواصفات وبعد كده انت تحكم. من ناحيه الاداء فانت عندك الموبايل ده بيجي لك بمعالج الدايمنستي 8500 الترا، وده بمعماريه 4 نانو. مش هبالغ لو قلت لك ان الاداء هنا حرفيا طلقه، مفيش لعبه في الكوكب تقدر تخليه يقف او انه يسقط فري. كمان الواجهه هنا بتاعته من الهايبر او اس 3، ودي مبنيه على احدث اندرويد حاليا. وعايز اقول لك ان السلاسه والانيميشن هنا في ليفل تاني خالص، وده هنعرفه برده من الشاشه اللي هتكلم لك عليها دلوقتي. عايز اقول لك انك هيبقى معاك شاشه يمكن تعتبر من اجمل الشاشات اللي ممكن تشوفها في الفئه دي، والشاشه دي بتجي لك اموليد بكواليتي 1.5K، توصل معاك لل 120 هرتز. لكن المميز هنا انها بتدعم لك الدولبي فيجن والاتش دي ار 10 بلس، وسطوع خارق حرفيا بيوصل معاك لل 3500 نيتس تحت اشعه الشمس، ومحميه بالكورنينج جوريلا جلاس 7 اي. فهي معروفه الصراحه سلسله بوكو اللي بتنزل، يعني خلاص لو انت واحد جيمر فاتكل واشتري على طول من غير ما تفكر، لو طبعا ميزانيتك تسمح بده. وتعالى بقى على نوع الرامات وسرعه التخزين، فانا حابب اقول لك هنا انك مبدئيا معاك الرامات جايه من ال LPDDR5X، وده شيء مش جديد يعني، ده احنا متعودين عليه. اما سرعه التخزين هنا بتوصل معاك لحد اليو اف اس 4.1. فالشيء المبهر هنا بصراحه ان شاومي ما استرخصتش هنا نهائيا، وحطت لك كل حاجه بالمره علشان هي عارفه ومقدره ان اللي هيشتري الموبايل ده هيضغط عليه في الالعاب، وهيكون عايز كل حاجه كده تتفتح قدامه بسلاسه. كمان لما تبص على خامات الموبايل ده فهتلاقيه جاي من الجزاز الفخم مع فريم من الالومنيوم، وبالمناسبه الفريم ده قوي. والموبايل ده جاي لك مقاوم للمياه والغبار بمعيارين الاي بي 68 والاي بي 69. فيا باشا ارمي الموبايل في ميه او ارميه على الارض الموبايل مش هيشتكي معاك. ونطلع بقى للبطاريه، وعايزك هنا برضو تنبهر معايا. عايز اقول لك ان البطاريه هنا يعني بوكو بتلعب في 6500 ملي امبير اور، ده غير ان سمك الموبايل ممتاز على بطاريه
زي دي، فانت حرفيا يعتبر معاك خزان طاقه يخليك تلعب طول اليوم وما تفصلش. البطاريه دي بتتشحن بشحن صاروخي، حرفيا سرعتها بتوصل لحد 100 واط، فانت بتشحن من 0 ل 100% في نص ساعه تقريبا. وعندك كمان سماعات ستيريو ومحيطيه ومجسمه وصوتها ممتاز. ومن ناحيه الكاميرات فانت عندك الكاميرا الاساسيه هنا 50 ميجا بكسل وجايب مستشعر من سوني، وكمان فيها مثبت بصري OIS. وبالنسبه لتصوير الفيديو هنا فانت واخد تصوير ثابت نقي وبيوصل معاك لحد ال 4K، والبصمه جايه تحت الشاشه. والعيوب اللي فيه بس انك ما فيهوش مدخل 3.5 مللي بتاع سماعه الاذن، وده شيء متقبل. وكمان ما بيدعمش تركيب كارت ميموري، بس انا مش هعتبر ان دي مشكله اصلا. واللي اهم ان العلبه بتاعته جايه متكامله، وراس الشحن ال 100 واط هتلاقيها جايه في العلبه، مش هتحتاج انك تشتري اي مكملات. ولما نروح للاسعار فانا عايزك تخلي بالك معايا شويه هنا، لانك عندك في مصر هنا نسختين، نسخه 256 مع 8 رام ودي بسعر 22000 جنيه، والنسخه الثانيه ال 512 مع 12 رام ودي بسعر 24000 جنيه. وعايز اقول لك هنا ان النسختين دول جايين ضمان دولي، فعشان تكون عامل حسابك وفي احتياطاتك انك كده كده هتدفع عليهم ضرايب، لان ما اظنش ان هم هيتوفروا ضمان محل. وبالنسبه لنفس سعر النسختين بس بالدولار، فانت عندك نسخه ال 256 مع 8 رام فدي بسعر 330 دولار، والنسخه الثانيه ال 512 مع 12 رام فدي بسعر 400 دولار. وزي ما قلت لك ان الاسعار بتختلف من مكان لمكان او دوله لدوله. يا معلم لو انت وصلت لحد هنا فانا حابب اديك الخلاصه واقول لك تشتري ايه بالظبط على حسب ميزانيتك انت وايه اللي هيفيدك من الاخر، وده علشان اخليك تاخد القرار الصح وانت مرتاح ومطمن على فلوسك رايحه فين. نبداها من الاول خالص واقول لك لو ميزانيتك حاكماك ومقفول على 10000 جنيه مش هتقدر تعليها اكتر من كده، فاقول لك انت ما قدامكش غير الانفينكس هوت 6 برو، هيديك اداء كويس وفيه ريحه الجيمنج. اما لو تقدر تطلع على 14000 جنيه فانت تاخد الانفينكس نوت 50 اس، وده طبعا اختيار ممتاز بمعالج اصلا هيسد معاك وزياده في الالعاب، وشاشه كيرف هتكون مميزه طبعا، بس لازم تحافظ عليها وهات لها سكرينه كده وتدلع الدنيا. ونطلع كمان شويه ونوصل ل 18 او 19000 جنيه ونروح للانفينكس نوت 60. وهنا من الاخر بقول لك يعني الموبايل ده صاروخ في الالعاب وافضل موبايل قيمه مقابل سعر في الفيديو كله. بتاخد بطاريه ممتازه ومعالج ممتاز وكاميرات يعتمد عليها، والخامات بتاعته يعني هتلاقيها زي الفل، فما اظنش انك هتواجه مع الموبايل ده اي مشاكل. لكن من هنا بقى بنبدا ندخل لمرحله الجيمنج الفعليه. لو انت هدفك حرفيا ما تلعبش غير ب 120 فريم صافيين، فاقول لك نبدا مع بعضنا هنا بالبوكو اكس 7. لو انت ميزانيتك في حدود ال 20000 فيعتبر ده افضل صفقه لفلوسك. ولو انت عايز موبايل جيمنج صرف تشتريه وتريح دماغك وهو ده الموبايل الجيمنج بتاعي، فاقول لك روح على طول للانفينكس جي تي 30 برو، لانه اصلا معمول خصيصا للجيمرز من الاخر يعني، وده بميزانيه 21000 او اغلى شويه او ارخص شويه على حسب ما انت تلاقيه موجود في المحلات. اما لو انت مش فارق معاك الميزانيه اصلا بس هدفك انك تشتري موبايل وتريح مخك خالص، في نفس الوقت تكون شغال معاك اداء والعاب وكاميرات وكل اللي انت عايزه، وكمان سرعه شحن صاروخيه بتوصل لل 100 واط، فهقول لك على طول روح للبوكو اكس 8 برو، فيعتبر مفيش منافس ليه في الفئه دي. بس خليك فاكر ان البوكو اكس 7 برو او البوكو اكس 8 برو الموبايلين لو لقيتهم في مصر فهتلاقيهم ضمان دولي مش ضمان محلي، فباكد لك انك هتدفع عليهم ضريبه. ولو انت لسه لحد دلوقتي محتار فعرفني ايه الميزانيه اللي معاك وانا هرشح لك افضل موبايل مناسب ليك وكمان على حسب استخدامك. وطبعا لو انت وصلت لحد هنا فسيدي الف شكر. ما تنساش طبعا اللايك بتاعك واشتراكك في القناه وتفعيل الجرس علشان كل ده بيفرق معايا وبيوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس، وعشان ما تقعدش عليك اكتر من كده فاشوفك الترشيح الجاي. سلام.